مفاجأة، 5 لاعبين بصفة شبه مؤكدة لن يتواجدوا مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا القادمة، أي أن ركراكي ما غاديش يحطهم بنسبة كبيرة في اللائحة النهائية. وليد ركراكي يستعد للإعلان عن اللائحة النهائية الخاصة بالكان في الأيام القادمة إن شاء الله، علما أن البطولة سوف تنطلق في 21 من شهر دجنبر القادم، تبقي أقل من شهر على المسابقة. وإلى حدود الآن بحسب آخر تقارير 5 أسماء بنسبة كبيرة، إلا إذا ما كانتش مفاجأة في آخر الأيام، ما غاديش يتواجدوا في اللائحة النهائية. والاسم الأول هو أمين عدلي، جناح نادي بورنموث الإنجليزي. أمين عدلي فقد الكثير من الثقة من وليد ركراكي بسبب تراجع مستواه في هذا الموسم، علما أنه انتقل إلى هذا النادي في هذه الانتقالات الماضية. الاسم الثاني هو مروان سندي، مهاجم نادي بلباو الإسباني، والسبب أنه دار عملية جراحية أصلا ما غاديش يكون جاهز، أو ممكن يكون جاهز قبل أيام من الكان، ولكن ممكن يقول أنه بصفة نهائية ركراكي ما غاديش يعيط له الكأس أفريقيا، وبين أنه غادي يختار مكانه سفيان رحيمي. الاسم الثالث هو آدم ماسينا، اللي ممكن أنه يفاجئ الجميع، ولكن آدم ماسينا فقد الكثير من مستواه، لا مع النادي ديالو اللي فقد معهم الرسمية، وكذلك مع المنتخب المغربي في المعسكر الماضي. ركراكي واخا عيط ليه ما اعتمدش عليه نهائيا، وما لعب حتى شي دقيقة في المباراتين ضد أوغندا والموزمبيق. الاسم الرابع هو حكيم زياش، اللي البعض كان كيتمنى انه يتواجد مع المنتخب المغربي في الكان، ولكن غيابه عن كأس العرب يؤكد انه سيغيب كذلك عن كأس افريقيا. والاسم الخامس هو عبد الكبير عبقار، اللي اصلا ركراكي لا يثق فيه منذ مدة طويلة.